في شعبان عندهم عبادتين. الأولى إخلاء القلب من الغل، الله أكبر، لأن هذا هو شهر رفع الأعمال. ولذلك عندما سأل أسامة النبي صلى الله عليه وسلم عن صيامه لشعبان كله حتى يقال لا يفطر، قال شهر ترفع فيه الأعمال، ومعنى ذلك أن الكشف الختامي لك في السنة كلها سيرفع هذا الشهر. طالبك وطالبة يم فلان، طلعوا السجناء من قلوبكم وقولوا عفونا لله، لأن هذا الشهر سترفع الأعمال. فإذا كان القلب قد تخلص من ذاك الغل والحسد والبغض ما كفانا غل وتعب، تعبنا وأتعبنا أنفسنا. يا ربي عفوت وعجلت إليك لترضى.